اهلا بيكم. النهارده هنتكلم عن خاصيه من اهم الخواص اللي كلنا بنستخدمها في حياتنا، واللي مرتبطه دايما بسؤال مهم: هو انا ليه بركب كاميرات مراقبه؟ دايما واحنا بنركب كاميرات مراقبه اهم لحظه عندنا هي لحظه استرجاع الاحداث. يعني ايه؟ يعني لو حصل عندي مشكله لا قدر الله، ببقى محتاج ان انا اوصل للحدث اللي موجود على جهاز التسجيل بسهوله وبسرعه جدا جدا جدا. عشان كده زيرو تك في الربع الاخير من السنه وفرت تكنولوجي التريبل اس. تعالوا نتعرف يعني ايه تريبل اس. التريبل اس او السمارت سلايد سيرش هي تكنولوجي خاصه باجهزه زيرو تك، كانت موجوده عندنا قبل كده في المنتج الكوري، ولكن احنا عشان الكوست افكتيف وعشان نوفرها في متناول الجميع وفرناها في الربع الاخير من السنه في الاجهزه، كمان الاجهزه الصينيه من زيرو تك، واللي بيبدا سعر الجهاز فيها من 650 جنيه. تعالوا نتعرف على الوظيفه ونشوف هتفيدنا ازاي في الاستخدامات اليوميه بتاعتنا. انا مثلا النهارده عندي كاميرا اوت دور زي دي، انا مركب كاميرا خارجيه. الهدف من الكاميرا الخارجيه اللي انا مركبها ان انا اشوف الاحداث. جيت مثلا كنت حاطط عربيه بره، فانا مثلا جبت الكاميرا بتاعتي، هلاقي ان اليوم عندي هنا متقسم ل 24 فايل. هجيب اول فايل اللي هو ده، هيبدا يقول لي ان انا عشان الديمو انا كنت مجهز الديمو، فبجرب من الساعه 1 لحد الساعه 5. فانا دلوقتي هاجي مثلا اشوف وليكن العربيه الصفراء اللي في الصوره دي. العربيه الصفراء دي كانت موجوده قدامي اهي في الساعه 1 والساعه 2 والساعه 3 والساعه 4، واختفت عند الساعه 5. معنى كده ان انا عشان اعرف بسرعه العربيه موجوده فين، هبدا اختار الفتره دي اللي هي خاصه بالساعه 4. مجرد ما اخترت الفتره دي بدات الفايلات تتقسم كدقايق، فبرضه هبص بسرعه هلاقي ان انا اختفت الصوره او العربيه الصفراء من قدامي عند الساعه 34 دقيقه. اول ما هجيب الساعه 34 دقيقه هيبدا يظهر الفيديو بتاعي ويشتغل، وفيه بتتحرك بالفعل العربيه بتاعتي. فانا دلوقتي من خلال التكنولوجي بتاعه التريبل اس بمنتهى السهوله وبمنتهى السرعه وصلت للحدث بتاعي. وده استخدام من الاستخدامات الكتيره جدا اللي ممكن نتكلم عنها كمثال في تكنولوجي التريبل اس او السمارت سلايد سيرش. هنتكلم عن خاصيه تانية. انا دلوقتي في نفس الفيديو ده عايز اجيب منطقه معينه حصلت فيها حركه معينه. يعني انا دلوقتي عندي خاصيه اسمها درو لاين. الدرو لاين ده انا برسم خط، الخط اللي انا برسمه من هنا وليكن لهنا هيبدا يجيب لي اي حد عدى قدام الخط ده وقطعه في خلال 5 ثواني. فبسهوله جدا الاستخدام ده لو هو اوت دور او ان دور، انا قدرت بسرعه وبسهوله اوصل للحدث بتاعي عن طريق ان انا رسمت منطقه معينه اي حد بيتحرك من خلالها بيبدا الفيديو تلقائي يجيبها لي كمقاطع صوره. طيب لو انا قلت ان انا هستخدم التكنولوجي الثانيه ان انا الاوبجكت اريا سيرش، انا عندي اوبجكت اريا، هختار الاريا دي المنطقه دي كده وهبدا اقول له اعمل لي سيرش فيها. نفس الكلام هيبدا ان هو يشغل لي او يجيب لي الفيديو لاي حد بيخش المنطقه دي خلال 5 ثواني. فانا بمنتهى السهوله وبمنتهى السرعه قدرت ان انا اخد الفايلز دي واشوفها في ثواني معدوده. وطبعا عشان الاكس سيريس دي في ار من زيرو تك انا بقدر كمان اخد الفايل ده في ثواني معدوده على اليو اس بي بتاعتي من خلال الباك اب. فانا ببدا ان انا من هنا حسب لي ان انت الديوريشن بتاعتك اللي هي 9 مينت و9 سكند هياخدوا 48 ميجا. مجرد ما دوست باك اب نزلوا عندي على اليو اس بي، فانا وصلت للحدث اللي انا محتاجه وبدات ان انا خدت الداتا بتاعتي كلها في اقل من دقيقتين، وبالتالي انا عرفت اوصل للمشكله بتاعتي واحلها بمنتهى السرعه. وهو ده الهدف الرئيسي اصلا من تركيب كاميرات المراقبه. مستنيين حضراتكم تتواصلوا معانا على رسائل الشركه وتشرفونا في جميع فروعنا. النهارده احنا كنا بنكلمكم في فرع الرحاب، احنا موجودين في جميع محافظات مصر. مستنيين اتصالاتكم، شرفونا بالاتصال على 16105 او كلمونا على رسائل الصفحه. شكرا لحضراتكم.